بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مرت الشرف كهل كان يسوي يمد ما أنتو تاريخ ذا يتهاي كوي توانك بشي لبي تمنات لبضا كن إيا لباتني كودا ولجيت كان السووني من آيتها هاي حفلة ولاية هاي مركز التبصرة والله قد بالدقيو أما فرحة هذا إنه السووني من أرضي دي القرآن كلما يسي وعدد كودو ياهي طبني يصدح أرضي لمان وحلينا هاي حضانونا هاي مامور في مركزك مرتيدة هل كان يسوق تمد ويقوه الريان علومة والدينته أرضيده معلمين تشرفت بدن وجهدي كان قايها إيه قيمها لأسو استاغي دمان وحان لنا هاي مر لبادي مر صدحات با سو دواذا آد با أمها سنتهين وحان إذن لنا هاي جزاكم الله خير الجزاء نوال بجهدك يدذلك وبحيي حضيتها هاي مركزكم انتو سو سعودي وحبرشدا قاب سعود كذا كقيب قادة شديدة إيا حضيتها هاي أجيبيدا أدمانتا سو أجيبتين كلان كان خير كبادان بركي سنين إنو سقوني مانو انت بوحان لنا هاي إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك هاي نوغو دارو والدين تا شرفت بدن سيجارة صباح والبا إيا قلب والبا أتاغن حنانينتا إيا تربيينتا عروركتا إيا إناي ميلا دادير إيا ميلا ففوق وحاوي عرورتا أي كاكينان أما أقادان سوكا الليهيان قلب كيسي عرابيان طلقات كاس إيا دادال كاس موجيي وحانو لنا هاي مرلوادي مرصد حاطبة جزاكم الله خير الجزاء. انت كدب ان شاء الله تعالى وحان بلابان هينا برنامج كيني انغو رالي قلين كبحين هينا داهيدا وقتي اينو كوبالاني ان كدب رعني رالي قلين بوحدا كبحين هينا دادكي والدين تايا صوهر مري وقتي قبضاني اي جوغين دانوهو دي اي كسو تاقين اللهنا ان اقبريينو الهي سبحانه وتعالى دانها كليلة هايين إنه إلهي أفضل ذيو وقت قوضا نميد بركيسان إنه الله كديقو برنامج كين إن شاء الله وحوها لوا ساعي بر إنه باللوضو لح ساعي برنا وصوحرمو تي أيضا هيد إن شاء الله تعالى كمدرينو حد أيام بالله بينا يساعدوا أفر ساعة هاي لح ساعنا إن شاء الله تعالى وينو صوحرينا صادرت دادك ميشان وضا فرديو شرفت له هو يوينك يا أبياشا dhammaantood warka lama wada siin karo waynana ku wada habooyihiin qof walba fikir iyo maskax iyo talo wanaagsan ayaa ku jirta waxaan rajaynaynaa inta hadasha inay inta kala warkooda ku qanacdo markasku waa markaskiini ilmuhuna waa ilmihiini taladeena iyo dadaalkeenuna waa mid kaliya waqtiga aynu joogno saad wada ogtihiin waa waqtiga sida caadiga ah markaska la xiri jiray xafladda xiritaankan aan isugu imaan jiray laakiin sanadkan waxa inoo weyn xafladan khatmul quraanka ah ilmaha quraanka dhameeyay inaynu ka farxino ayaga inaynu sharafno waxa isla sharfan ayaga iyo waalidiintoodii intaba ardaydii quraanka dhameeyay waa kuwaas calaamada goonida xilan dhinaca bidixda ah iga fadhiya aabayaashii ilmahaas ayada dhalo juhdiga dadaalka ku bixiyay waa kuwa dhinaca midigta iga fadhiya xiran marada cad ay ku qoran tahay taajul waqaar waa midkii nabi sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay baan matalayna oo ahayd qiyaamada in la huwin doono waalidka canugiisa quraanka kula soo dadaala taajul waqaar hooyooyinkii sharafta lahaa ee waxa weeye nadaafadooda
cunadooda tarbiyayntooda habeenkii iyo daba socodkooda intaba u taagnaa inkastay qaarkood soo socdaan waa kuwaas dhinaca bidixda iga jiro ayagana xidhan marada cad ay ku qoran tahay taajul waqaar baarakallahu fiikum wajazaakumullahu khayral jazaa wa ahsana allahu ilaykum barnaamijkeena waxaan ku furfuran haynaa aayaad qur'aan ah oo uu inoo akhrin hayo arday kamida ardaydeennii markazu tafsira khaasatan kuwii qur-aanka dhameeyey waxaan u yeerayaa wiilka la yiraahdo Mas'uud Cabdi Sheekh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي لنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء وأحسن الله إليك إن شاء الله تعالى وحي نوغو حيقي دونتا كلمات ونوسو جيدين دونو أرضي دا كميدا كلمات دا سوسو دوين وقت شرفك إيا والدين تلمان إيا معلمين وحاني نو أخرنا كلمات دا سيدة حمزة مختار علي الحمد لله حمدا والشكر لله شكرا يا إلهي لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحفل الكريم نحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية روحها تقدير ومحبة ونجاح يتلوه عطاء لا ينتهي تحيتهم يوم يلقونه سلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضيوفنا الأكارم أهلا وسهلا ومرحبا بكم بحفل جديد من حفل التخرج للدفعة الأولى لمركزنا التبصرة أهلا بقوم صالحين ذوي تقى الوجوه وزين كل ملاهي أهلا وسهلا والسلام عليكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا لو علمت الدار بمن زارها
فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدمين وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا بأهل الجود والكرم. يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذات تبذير وإسراف. وإن تك مرحبا إكثارها صرف فليس إكثارها فيكم بإسراف. ضيوفنا الأكارم أيها الحفل الكريم ها نحن نرحبكم مرة ثانية لحفل جديد من حفلات مركز التبصرة لطلبة المركز التبصرة والتي أتمت دراستها بعد مدة من الزمن. ونقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا عند أهل وصحبة الذي دعي فأجاب ولب ندى وما خاب. فيا مرحبا بكم جميعا أهلا وسهلا. والشكر كذلك لأساتذتنا الكرام حفظهم الله على ما بذلوا من جودهم. والشكر كذلك موصول لكل من ساهم بنجاحنا وتحقيق هدفنا أيها الآباء والأمهات والمشايخ والطلاب والطالبات أصحاب المعالي والسعادة وإخوان الخريجين والخريجات. فمرحبا بكم جميعا في حفل عظيم فنحن في قمة سعادتنا لوجودكم اليوم معنا أيها الحضور. طبتم وطاب ممشاكم فحضوركم شرف لنا يسقي على حفلنا أنسا وسرورا. فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. فمرحبا بكم جميعا أيها الضيوف الكرام ضيفا وأهلا وسهلا. في حياة كل منا أياما مشهودة تبقى في الذاكرة لا يمحوها الزمن. ويأتي يوم التخرج الأسعد بين تلك الأيام تظل الذكرى مصاحبة لرحلة الحياة ونقطة الانطلاق بطريق النجاح. ولطالما سئلنا الليالي ابتغاء ليل شرف وظفر به فكم من ليال حلمنا فيها بهذا اليوم. فالحمد للمولى الذي بلغنا لهذا اليوم السعيد الحافل بمشاعر اختلطت بالفرح والسرور والإنجاز والشكر والامتنان لله ثم لمركزنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى آدي أدو محسن أردقاس حمزة الله بركايو كلمة ديس وقت ربضان بيكاكم نايد ما هاد علين يا فرحات يا الدعاء حول بضان بيسوق جرتي مركا الله إنه أقبله وحنسك دينا إن شاء الله تعالى برامجة إن سوقا قابينه وحينه وحيق دون تنشيدو خصابسا قرآن كفضل سيد دمينتيسا وحينه سجدين إن شاء الله تعالى دور أرضي حفصة علي ابتهاج إسماعيل سهيم مختار ما إذا عبدي إن شاء الله تعالى سويد مختار أرضي ذا سيئنو سجدين هي إن شاء الله تعالى سود هذا ونشيده كصابسا قرآن كنمينتي سيفضل جيسا هل كان ماذا؟ اليوم نختم جودنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سيرنا ندرس الآيات فليشهد التاريخ خاتمة مركز لبيان منهج ديننا بثبات في شربتي كنا كقلب واحد أخوات صدق أيما أخواتي
وعندك ضاعف الحسنات ربي وعندك ضاعف الحسنات شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan wali dhaxal ugu jirnaa barnaamijyihii ardayda insha Allah ta'ala gabagaba ayaan ku dhownahay waxaa inoo haray laba kalimadood oo ardaydu ay leeyihiin waxaan u yeeraynaa markaan insha Allah ta'ala gabadha la yiraahdo Zahra Hussein oo inoo soo jeedinaysa kalimad ku saabsan fadlul Qur'aan. الحمد لله المحمود على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل الضلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالقرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم هداية ورحمة للناس جميعا وهو كتاب الله الخالد وحجته البالغة وهو باق إلى أن تفني الحياة على الأرض وفيه أنزل الله تعالى شريعته وحكمه التام ليتخذه الناس شرعة ومنهاج حياة وهو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم التي عجز الجن والإنس جميعا أن يأتوا بمثله بعد أن تحداهم الله بذلك فقد قال الله سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ويستحب للمسلم أن يداوم على تلاوة القرآن الكريم والإكثار منها وقد بين الله سبحانه وتعالى فضل تلاوة القرآن الكريم قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ومن فضائل تلاوة القرآن ما يأتي تحصيل الحسنات وسبب لنيل الأجر العظيم فمن قرأ حرفا من كتاب الله كانت له به 10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء وإن تعليم القرآن للناس فرض كفاية على المسلمين وما أعظم أجر معلم القرآن فهو من خير الناس وأقربهم لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وإذا علم المسلم القرآن للناس وتدارسوه فيما بينهم شهدت مجلسهم الملائكة وحفتهم بالرحمة والسكينة كما ورد في الحديث الشريف وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إن القرآن الكريم يهدي أتباعه للحق ويأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه والمسلم يرتقي بالقرآن منازل الجنان فمنزلته في الجنة بقدر ما قرأ ورتل في الدنيا من القرآن الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال يعني لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها اعرفوا قدر كتاب الله فعودوا إليه وتعلموه وعلموه أولادكم فإن سعادتكم وسعادتهم في تعلمه نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا بارك الله فيك وأحسن الله إليك. إن شاء الله تعالى الله إنه أنفع آيات كاس يا حديث كاس يا كلمات كاس عربية أرضي آخرنا يعني رمان تتصاب سن قرآن كأي وناقيس مركز ظاهر كان أي باطن كان وإله سبحانه وتعالى قرآن كقرحيو هو كم مقدنا الله إنه يلو إن شاء الله تعالى وحن برينا جبدي كلمات في أرضي وحن ويريا مركان مجموعة إنه قاعد دون أبيات كسابسن كتاب الله يراد تحفة الأطفال تجويد ومحمد أمين ومحمد عبد أفتين بخاري محمد أحمد حمزة دعالة محمد أمين مختار سورة هذا يقول راجي الغفور دوما سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمال أرجو به أن ينفع الطلابا والأجر والقبول والثوابا أحكام النون الساكنة والتنوين للنون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فتعرفي همز فهاء ثم عين هاء مملتان ثم غين خاء والثاني هم بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تضغمك الدنيا ثم صنوان تلا والثاني إضغام بغير غنة في اللام والراء
وثم كررن والثالث الإغلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كل هذا البيت قد ضمنتها صفتنا كم جاد شخص قد سما هم طيب الزكي تقضى ظالما وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. كتاب كاسي آخرنا ين وتحفة الأطفال تجويد هل هذا الكمجرو وحنقص حلينا هل أرضي والله بدقيقة كلمة الشكر سوجيدين هي وبلال حاج مختار. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد فيا أيها الحفل الكريم نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في ضياتها حبا ووفاء ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد وهبنا الله سبحانه وتعالى النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى فهو الذي سخر لنا كل ما في هذا الكون من النعم والعطايا. وقد أمرنا الله تعالى بأداء شكر هذه النعم. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لك الحمد ربنا بالإسلام ولك الحمد بالقرآن فالحمد لله العظيم. شكرا لكم يا أساتذتنا لأنكم لم تبخلوا عنا بأي معلومة. يا أساتذتنا الفضلاء كنتم لنا والدينا طوال فترة دراستنا فلكم منا كل الثناء والشكر والتقدير لما بذلتمونا من أجلنا ومن أجل تعليمنا. كل عبارات الشكر والاحترام لا يمكننا أن نعبر عن مدى تقديرنا واحترامنا لكم. رزقكم الله بالصحة والعافية. قم للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. كما لا ننسى في هذا المقام أن نتقدم بأصدق آيات الشكر لآبائنا وأمهاتنا على ما بذلوه من أجلنا ومن أجل تعليمنا فجزاكم الله عنا خير الجزاء. وأنتم جميعا تستحقون الشكر والثناء لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولولا وجودكم لما كان للنجاح أي وصول. وأنتم من يحمل شعلة النجاح والتطور فشكرا لكم وإلى الأمام دائما. وشكرا لكل من بقي بجانبنا لتحقيق هدفنا ولم يتخلى عنا يوما. وختاما ولا ختام ولا نهاية لشكركم عاد الكلام بما بدأ. أهلا مركزنا ينادي شكرا بكل ضيوفي. قدركم والله غالي حبكم في القلب ساكن حبكم فوق الغالي. إذا لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كاس المنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون. وشكرا
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad u mahadsanyihiin ardaydu waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo qur'aankana allah ku sugo dhaqankiisana allah ku arsaaqo barnaamijkeena insha Allah ta'ala ardayda ayaan inta uga baxaynaa haddana waxaan u gudbaynaa insha Allah ta'ala waxaan hal mar u yeerayaa mudiirka markazu tafsira Sheekh Abdullaahi 5 daqiiqo si faahfaahin kooban inoo siiyo kadibna insha Allah ta'ala waalidiinta iyo martida ayaan insha Allah ta'ala kalimaadka siinayna mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin hal dul qaato insha Allah ta'ala dhaqdhaqaaqa iyo hadalkana inta la kari kara hal la yareeyo wasalaam aad baa u mahadsantihiin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مرتي شرفك والدينتا معلمينتا يا ضمان انت كسوق يبقى شيء حفلة قيمها بدن اي قبتي مركز تفسيرا وإذن سلام يا سلامة الإسلام كان يقول سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتك بعدي ولا ليال ساد أركتين وحي قيمها بدنا يولين صوب مندقي وحاسو هجاجي واسكسو آديي مركز تفسيرا معلمين تيسا إمام الكا والد با marka way ku maansiiyeen dhamaan daqiiqada liisiya aan ka faa'iideysan rabaa marka ugu horeysa markas tafsiir asaan ognahay ba waxa la aasaasay 2018 bishii koobaad ayaa la aasaasay laga soo bilaabo markaas ilaa hadda waxa weeyaan waa waxbarasho ayaa lagu jiray marka waxaan u dul istaagi doonaa sanad ilmaha ardayda intay ahaayeen say kala ahaayeen aan dul istaagi doonaa adinkoo raalli ahaanaysiin marka sanadku u horeeyay ardayda tiradooda waxay ahaayeen 68 arday quraanka ugu horeeyay waxay gaareen 10 juz ay gaareen sanadku u horeeyay sanadka ku xigay 2019kii ardayda waxay ahaayeen 115 quraankan waxay gaareen 20 juz marka sanadka 2020kii ardayda waxay ahaayeen tiradooda 96 waa sanadka corona uu jiray oo waxbarashadii ay kala dhantaalantay sanadkaas ilmaha ardayda 96 ahaayeen kooxda ugu horeysay groupka ugu horeeyna markaas ay quraanka dhameeyeen bishii 6aad ay quraanka dhameeyeen quraankan waxay ku dhameeyeen 2 sano iyo bar ay quraanka ku dhameeyeen min fadlillah ilaahi fadligiis weeyaan quraanka la dhameeyna iyo juhdi la soo bixina ciyaar ma ahayn 2021kii waxbarashada oo tooska oo corona marka laga soo laabtay toos ay u bilaabatay markay bilaabatina ardayda waxa weeyaan waxaan ku kordhinay arday part time oo iskuul aadayin ayaan ku soo kordhinay oo tiradooda gaaraysa 72 ardayda kale oo taxfiidkana waxa weeyaan 140 waxay isku noqonayeen markaas 212 arday ay isku noqonayeen waxa kale oo ku darayaa 2021ga ardayda kala oo laba group oo kala quraanka dhameysay waxay isku noqonayeen marka 3 group oo quraanka dhameeyeen tiradoodana ay dhan tahay 13 arday saas ay ogaanaysiin adinkoo mahadsan marka awlan markas tafsira taxfiid bas uu ahay waxaan ku soo darnay qayb part time oo iskuuleeya qaybta part time ko iskuuleyda hadal waxa kale oo ku kordhinay qayb macahad oo ilmahan iskuuleyda way weynaadeen diinay u baahan yihiin diinta lagu bara say u fahmaan quraankan ay baranayeen bishii
tobanaad waxaan ku soo darnay qayb macahad ah oo ilmaha iskuulka aadayin loo bilaabay oo ilmaha hadda dhigtana tiradooda ay gaarayeen 48 arday marka insha Allah mar walbana waan isku dayeynaa waxbarashadii inaan sii wadna oo waxa weeyaan wixii ka hadlaysana si hagaajina wixii saxsanna aan sii tayayna isku dayeynaa insha Allah adinkoo raali ah wax yar oo baraarujin ayaan in soo jeedin rabaa waalidiinta saad ogtihiinba meel walba waxbarasho ah dhaqaale la'aan ma soconayso dhaqaale bixiskana bilaadanka dabiicadu waxa uu leeyahay wixii xoola ah bixiskooda waa ku yar adag yahay marka waalidiinta waxaan in sheegayaa waxa weeyaan badankooda 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood way fiican yihiin ma sha Allah waxa weeyaan waa ku ammaanantihiin laakiin dad kala jira oo waxa weeyaan ilmahoodu wax bixiskoodii aan ku wanaagsaneen marka inaad dadaashiin oo waxa weeyaan markas tafsira waxa ka shaqeysa staafkiisa base waxay gaarayeen 30 qof staafka base guri kira wax kullu marka la isku dadar waa iska garan kartaa mishaar guri kira meesha waa meel jaamacad yar marka inaad ku xisaabtanta wixii aad bixini waxa waqtiga lagu tirgalay inaad ku bixiso taas waa in dardaarmaya mid kalena waa nidaamka markaska in la ilaaliyo waxa waqtiga ilmaha soo galayeen waqtiga ay baxayeen kulli in la ilaaliyo waalid waxaad arki waqtiga ilmaha ay baxayeen ka hor imaada cunugan raba ku dhaca waxa kale oo aad arki cunug soo daaha waqtigii la imaaday ka soo daaha marka cunugan haduu maqnaada haduu soo daaha kulli waxbarashadii wax u dhimi marka taas ay u dhicin oo cunugaad waxbarashadiisa tayay u yeelata inaad soo dhaqsada ama fiican u imaada waqtiga u baxaana waqtiga caadiga oo loogu tirgalo u bax wax walba xafiiska kaaga imaadana oo nidaam ah inaad raacdo oo ilaalis mid kale ku khatimayo waxa weeyaan tarbiyada waalidiinta inay ku dadaalaan annaki iyo waalidiinta iyo macallimiinta oo dhamaan ilmaha tarbiyadooda waxaan barayn waa diin dhar xirashadooda waxa weeyaan timajarkooda kulli aan ku dadaalna sida waafaqsan diinta aan yeelna insha Allah waana mahadsantiin dhamaan barakallahu fiikum waana in ku daahiyay raali ahada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله هذه هذا ما حسنت هاي